بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نختار نتحدث أو نبدأ الحديث في آية 103 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده يعني من بعد فرعون، يعني من بعد غرق فرعون. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. إذن فأراد أن يستفزهم أي فرعون. إن شاء الله بنتوقف عند شوية إيش يستفزهم. الكلام إذن في موضوع ما حصل من صراع بين الحق والباطل. اللي بيمثل الباطل كان فرعون واللي بيمثل الحق كان موسى عليه السلام. إذن فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. هي هذه الآية طبعا مناسبة جدا وإحنا ندور حولها لتوضيح كيف إنه أحيانا في التفسير ممكن لما يكون المفسر ما عندوش بعض الآفاق اللي هي طبعا تكون غايبة لأسباب كثيرة، فنجد إنه التفسير يروح في اتجاه بعيد عن حقيقة النص. هذه الآية من الأمثلة النموذجية على قضية إنه كيف المفسر أحيانا بدون خلفيات مناسبة ممكن ما يفهمش النص. في البداية خلينا نقدم بمقدمة. في اعتقاد عند الناس بشكل عام مش بس المسلمين وغيرهم انه موسى عليه السلام لما اخرج بني اسرائيل من مصر انه اخرجهم كلهم، يعني ما بقي في مصر من بني اسرائيل احد. الان هذا الوهم منين جابوه؟ واذا بتلاحظوا هذا راسخ في عقلية المؤرخين وراسخ في عقلية أهل التفسير وراسخ في عقلية العامة والخاصة إنه موسى عليه السلام جاء وأخرج كل بني إسرائيل وخلاص. وهذا غير صحيح. ليش؟ طبعا هذا مهم في فهم قضايا كثيرة. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. إذن كل اللي آمنوا لموسى مجموعة منها الشباب، قلة منهم آمنت بموسى وهم خايفين كمان، طيب إذا كانت القلة أو مجموعة من الشباب، لأن الذرية غالبا المقصود فيه يعني هالناس الشباب، الجيل الشاب هذا. طيب والناس اللي ما آمنوش شو اللي بده يخليهم يعني من بني إسرائيل؟ إيش اللي بده يخليهم يصدقوا موسى طالما مش مؤمنين ويغامروا ويخرجوا؟ دواعي خروج كان أولا المؤمنين، صح، ممكن بيخرجوا مع أهل الإيمان. اثنين قرايبهم مثلا المؤمنين وأولادهم وأبوه وأمه وبجوز عمته وخالته، مش هيك؟ يعني بتلم مش بس المؤمنين وكل من هو متعاطف معهم
وبتلم كمان الناس المضطهدين اللي بدهم يعني فرصة ولو مش مؤمنين، ولو مش مؤمنين، لكن كلهم بيخرجوا. ليش؟ سهل جدا سهل جدا انك تجعل الناس يتركوا مألوفهم والديار اللي ألفوها وكل واحد في شغله، وممكن يكون راضي، الخدام اللي جوا قصر راضي بجوز، مش هيك؟ واللي في بساتين راضي، ويطلع للمجهول ليش؟ وهو مش مؤمن بموسى اصلا. موسى عليه السلام كان على فكرة عندهم هو نبي وبطل قومي في آن واحد، بس مش كل الناس بيكونوا يعني جاهزين يطلعوا، مش كل الناس جاهزين يطلعوا. لا القرآن قال ولا العقل بيقول انه كل اليهود او كل عفوا بني اسرائيل، مع العد الان ما فيش يهود، كل بني اسرائيل ممكن يطلعوا مع موسى. بس خلينا برضو جيد نوقف عند الآية اللي الآن استشهدنا فيها، فما آمن لموسى. لاحظوا كلمة فما إلا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. من قوم مين على فكرة أنتم شايفين؟ من قوم مين؟ هاي اختلف الفقهاء، الشيخ مشي مع بعض المفسرين وانتوا مشيتوا مع النص. النص اقرب مذكور موسى ومش مذكور فرعون الا القصة قبل بس، وهون بداية آية فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. إذن الأصل في الضمير يرجع لأقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا موسى. بس شو ممكن يخليهم يروحوا لموضوع إنه من قومه، يعني من قوم فرعون، من قوم فرعون. اللي خلاهم يروحوا لهذا الكلام اللي هو كلمة، لاحظوا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. فتصوروا انه ملئهم يعني مين؟ ملأ فرعون، اذا هم فراعنة. هذا اللي دعاهم يقولوا هذا ملئهم. لكن هذه الكلمة بتكشف عن حقيقة بيعرفوها كل الناس في كل العصور، انه دائما الانسان المتسلط، وبني اسرائيل ديروا بالكم من ايام يعقوب لما جو من فلسطين الى مصر، اذا كان يعقوب عليه السلام واولادته، يعقوب اولادته كانوا 12، الصغير فيهم تقريبا ممكن يكون 40 سنة، تمام؟ معناته قديش كانوا؟ اذا كان الصغير ممكن 40 سنة، معناته قديش كانوا؟ 100 ولا 200؟ طيب ال100 ولا ال200 خلال 450 سنة قديش بيكونوا؟ ممكن الناس اللي عندهم فكرة يحسبوا، بيكونوا ملايين خلال 450 سنة، بيكونوا ملايين، بلاش ملايين، مليون، مش هيك؟ بالتالي هدول كلهم بيخرجوا؟ مش معقول، هدول كلهم بيخرجوا، مش معقول. ولكن في ناس منهم زي ما بصير معنا نحن هون، في ناس منهم ترتبط مصالحهم بالطاغية، في ناس منهم ترتبط مصالحهم. كيف الناس اللي تعاونوا مع اسرائيل منا احنا، ليش بتعاونوا مع اسرائيل؟ في منهم بده يصير غني، بده كذا، تسلك مصالحه. بتلاقوا من ناس مريضين بهالطريقة هاي ولا لا؟ في كل أمة في كل أمة في ناس منهم من هذول المضطهدين بتعاملوا مع مين؟ مع الطاغية هذا والمتجبر والظالم، والظالم نفسه بده هذول الناس لأنهم هم من جوا وبيستطيعوا يساعدوه، خصوصا زمان مش اليوم. اليوم ممكن يتجسس عليك من على بعد آلاف الكيلومترات، بس زمان بيحتاج الجاسوس بين الناس واللي يشوف ويعطيه وتفاصيل كلها هاي. ولذلك يبدو ما تصوروش انه ملائهم المقصود ملأ بني اسرائيل، انه في ناس منهم بتعاملوا مع فرعون ومصالحهم مع فرعون. واصلا كان لازم يقرأوا ان قارون كان من قوم موسى. من مين قارون؟ قارون من مين؟ من قوم موسى فبغى عليهم. طب وكيف كان غني؟ كيف كان غني؟ مش القرآن قال انه غني وغني كبير؟ طب كيف من قوم موسى وغني كبير؟ متعامل. منلاقي منهم هدول ولا منلاقيش في كل عصر؟
بتعاملوا واموالهم وكذا الاخره لانهم بتعاملوا. بصير ولا بصيرش؟ اصلا لازم يصير، في كل عصر بصير، مش ممكن الا يصير. تمام؟ فمن هنا لاحظوا، لذلك نعود نفهم الايه. فما امن لموسى الا ذريه من قومه، من قوم موسى، على خوف. حتى ايمانهم هم ايش؟ خايفين من البطش. على خوف من مين؟ من فرعون وملئهم، لانه مين اللي ممكن يتجسس عليهم ويودي اخبارهم لفرعون؟ ومين اللي بيبطش فيهم؟ ملأهم ولا فرعون في النهايه؟ فرعون. لذلك لاحظوا الايه شو قالت؟ على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم، يعني فرعون. مين اللي بيفتن؟ فرعون. ومين اللي بتفتن مثلا هون؟ اسرائيل مثلا. لكن هذاك اللي من ملأك بودي لاسرائيل، واللي بيفتن وبيسجن اسرائيل. انتبهتوا الايه كيف قديش دقيقه؟ لذلك بعض المفسرين ظن انه يعني قوم فرعون لانه شاف كلمه ملائهم. اذا فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. اللي بيفتنهم فرعون في النهايه، هو صاحب السلطه، هو صاحب السلطه. وبالتالي اذا في ناس مستفيدين، هذول يخرجوا مع موسى ليش؟ في ناس بيألفوا الجو يخرجوا مع موسى ليش؟ ما هم المؤمنين معدودين، خليهم الربع. طيب وكمان الربع بيطلع مع الربع، وكمان الربعين بيطلع معهم ربع، يعني كلهم بيطلعوا؟ ما بيطلعوش. هذه اول خطأ بيوقعوا فيه كثيرين من اهل التاريخ بالدرجة الاولى، وهم يفسروا يحاولوا يشوفوا. ثم بدي اياكم تنتبهوا للايات التالية. فاخرجناهم، مين يعني؟ يعني فرعون وملأه وجيشه. فاخرجناهم من ايش؟ اخرجهم فاخرجناهم من جنات، لاحظوا، من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك، لا دعك من نعمة هذيك كم تركوا، بعدين نجيها شوية كم تركوا هذيك. أنا الآن في سورة ثانية. فأخرجناهم، لحظة، فأخرجناهم من جنات وعيون، يعني أخرج فرعون من جنات وعيون وكنوز، كنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. إذا بني إسرائيل ورثوا مين؟ ورثوا مين؟ فرعون. طب كيف؟ ما هم خرجوا. طب كيف ما هم خرجوا واللي خرجوا ما رجعوش؟ لأنه مش مدركين إنه بجوز غالبية بني إسرائيل ما طلعوش أصلا. إذا كان هم اليوم بجوز طلعوا منهم 100,000 بس. إذا كان هم اليوم ممكن طلع منهم 100,000 بس. طب نشوف الآن، دققوا معي، نروح للآية الثانية. الآية الثانية في سورة ثانية. كم تركوا من جنات وعيون، الآن مش وكنوز، وزروع، وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. مرة أورثها مين؟ بني إسرائيل، ومرة أورثها مين؟ قوم آخرين. انتبهوا الآن حتى تتبلور الصورة. ليش هالفروق هاي؟ ولاحظوا مرة قال كنوز ومرة قال زروع. كنوز، زروع. الآن الفراعنة كانوا في الدائرة القريبة منهم، الفراعنة الدائرة القريبة منهم القصور، القصور وبساتينهم القريبة. تمام؟ هذول كاين بني إسرائيل فيها، الخدم والمشرفين. ما هو دير بالكم من خلال المخالطة بصير له وزن. كيف المماليك، مماليك الأيوبيين في الأخير صاروا هم الحكام. مماليك الأيوبيين شو صاروا؟ هم الحكام. ولما يصير في معاملة على فكرة، هذا اللي انت اصلا مضطهده اذا كانه ذكي واذا كانه بصير في ألفة، واذا كانه قوي واذا كانه فارس واذا كانه ذكي واذا كانه طبيب واذا كانه، انتبهتوا؟ يعني من نفس بني اسرائيل بصير لهم تداخل وين؟ مع الفراعنة.
خصوصا موجودين في أي دائرة؟ في الدائرة القريبة. لذلك أخت موسى مع مين كانت؟ وين في أي دائرة كانت أخت موسى عليه السلام؟ كانت في الدائرة القريبة في القصور تخدم. ولا كيف قالت لهم هل أدلكم؟ كيف قالت لهم هل أدلكم؟ إذا كانوا في الدائرة القريبة. فبني إسرائيل كانوا في الدائرة القريبة، ولكن اللي بدرس تاريخ الفراعنة وإنهم في الحروب كانوا أحيانا يأخذوا أسرى من أمم ثانية. وين يشغلوهم؟ يشغلوهم في المزارع البعيدة. مش برضو بدولة بدها تزرع قمح وفي نجوع وتفاصيل هاي كلها. إذا في دائرتين، الدائرة الأولى القريبة جدا من الفراعنة وداخل القصور. وين الكنوز غالبا بتكون؟ وين الكنوز بتكون؟ في القصور. في القصور. في ناس تانيين مش بني إسرائيل، وثابت هذا تاريخيا، وثابت هذا تاريخيا، هدول كانوا بيشتغلوا وين؟ في الزروع البعيدة. إذا هذول قوم آخرين. بني إسرائيل في الدائرة القريبة، في الدائرة القريبة. لاحظوا، لذلك لاحظوا بدي أعيد الآية ودققوا كيف الدائرة القريبة وين كانت، اللي هم بني إسرائيل. لاحظوا، والدليل على إنهم ورثوا فرعون، ورثوا الفراعنة، وببين ليش ورثوا الفراعنة. لاحظوا شو قالوا، شو بتقول؟ من جنات وعيون وكنوز. شوف الكنوز الآن بده يخليك وين؟ في الدائرة القريبة. وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ليش بني إسرائيل وين موجودين؟ في الدائرة القريبة. فأتبعوهم مشرقين. معناته، انتبهوا للفاء هاي، انتبهوا للفاء. فأتبعوهم مشرقين. أتبعوهم مشرقين يعني عند الشروق لما تبعهم فرعون. ليش قال أنا أقول لكم، لاحظوا، لما طلع فرعون وجنوده مشان يطاردوا بني إسرائيل، انتبهوا الآن، مشان يطاردوهم، في اللحظة اللي خرج فيها ما كانش بيعلم انه ما رجعش، ما برجعش له ولا جيشه. وفي هذه اللحظة برضو بني إسرائيل اللي ما طلعوش ما كانوش بيعلموا انهم ورثوا الارض، لانه كل واحد موجود. دير بالكم، لما انهار النظام معناته كل واحد ايده على وين؟ ايده على وين؟ على اللي مسيطر عليه اصلا واللي موجود فيه هو. فلذلك بمجرد ما خرج فرعون وتبع بني اسرائيل اللي هربوا، مش راح يرجع، انتهى الموضوع، تحققت الوراثة، وراثة بني إسرائيل لمين؟ لفرعون، مع أنه بعده ما هلكش. لذلك لاحظوا الآية، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. إذن هم بمجرد ما طلع انتهى الموضوع. ما هو اصلا مش راح يرجع، وهذول موجودين ومش دارين شو الطبخه، بس هم ورثوا وهم مش دارين. زي اللي بيموت ابوه او سيده وبيجي الخبر بعد 10 ايام، هو بكون وارث من 10. مش هيك؟ هو بكون وارث من 10، مش من وقت ما عرف. مش هيك؟ فأتبعوهم مشركين. شوفوا الدقة في التعبير. إذا في جزء من بني إسرائيل اللي كان في الدائرة القريبة بمجرد ما انهار الجيش، لأنه ما رجعش، ما رجعش لأنه كله غرق. إذا النظام كله غرق، النظام كله غرق. طب الناس مين؟ الناس مين؟ الناس المتصرفة أصلا. مين الفرسان الموجودين؟ مين الحراس؟ مين اللي بيشرفوا على البساتين؟ مين اللي داخل القصور؟ مين المشرفين على الكنوز؟ مين الخدام؟ مين الطباخين؟ مين قديش أعداد؟ هذول خلاص على طول هم. نيجي للقوم الآخرين اللي في الدائرة ايش؟ كم تركوا من جنات وعيون وزروع، لأن هذولك في أي دائرة؟ في دائرة الزروع. وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها
قوما آخرين. عم نلاحظ؟ طيب مين هو فرعون؟ مين هو فرعون هذا؟ في عندنا اولا الاسرة ال19، لانه الفراعنة اسر. الاسرة 19 الفرعون الثالث فيها، في الاسرة 19 الفرعون الثالث اسمه رمسيس الثاني. رمسيس الثاني حكم 67 سنة، حكم 67 سنة، يعني دخل في ال90. في بعضهم زعم انه 99، في ناس بيقولوا لا مات في بداية ال90. حكم 67 سنة رمسيس الثاني. في منهم زعم انه رمسيس الثاني. طبعا وهذا الكلام سهل دحضه ومش وقته، انه اطلاقا فرعون الخروج مش رمسيس الثاني لاسباب كثيرة، من ضمنها معروف كيف مات رمسيس الثاني. طبعا مومياء اكتشفت سنة 1881، مومياء رمسيس، وكل المؤشرات بتدلش على انه غرقان الزلمة اصلا، اللي هو رمسيس الثاني. ورمسيس الثاني اصلا لما توفي انتقل الملك لابنه مرمتاح. هم بيلفظوها طبعا بطريقتين يبدو، من بتاح تخفيف يعني، لانه صعب تقول مرن بتاح، من بتاح، ابنه من بتاح. يبدو على فكرة اللي ربى موسى، على ما يبدو اللي ربى موسى هو رمسيس الثاني، اللي ربى موسى رمسيس الثاني، واللي طارد موسى وجماعته هو من بتاح. ولذلك بتلاحظوا ما قالوش انا ربيتك، قال ألم نربك فينا. اما لو انه رمسيس كان بيقول له مش انا اللي مش هيك، كان وجدنا في نوع من الود بين الاب اللي تبنى مش هيك وربى رمسيس. بس واضح انه الابن والابن المتبنى التقوا، الابن والابن المتبنى. لذلك اللغة كانت مش لغة كثير، ولذلك شو قال له؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ما فيش اي اشارة انه هو اللي رباه، واضح انه اللي رباه رمسيس. وقلنا رمسيس تصوروا حكمه 67 سنة، الحكم لحاله 67 سنة. طبعا في ناس بتصوروا انه يعني انه رمسيس، شوف هذا بدل على انه فيش منهجية في التفكير، انه بتصوروا انه رمسيس يعني ملوش اولاده، عشان هيك يعني لما قالت له زوجته شو قالت له؟ قرة عين لي ولك. بس مش منتبهين هم انه شو قالت؟ قرة عين لي قدمت هي ايش؟ بس لاحظوا في سورة يوسف شو قال العزيز لما راح اشترى يوسف؟ شو قال لها؟ أكرمي مثواها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. العزيز حكاه ينفع. بس هناك لما شافت الولد الصغير شو قالت له لزوجها؟ قرة عين لي ولك. ورمسيس أصلا كان متزوج كثيرات، وابنه من بتاح أصلا من الزوجة الثانية، من الزوجة الثانية. وهم بتصوروا بعض الناس زي تصورات عصرنا انه باقي الملوك زمان ايام الفراعنه وغيرهم يعني عنده مرة واحدة. لا، هي بس واحدة وتنتين وثلاثة وعشرة. ما هو الاسلام اللي اجى حد منهن وجعلهم بس 4، ولا هو كان شك مفتوح. طيب في واحدة منهن ممكن تكون شابة وجميلة وبتولدش، بتقول له قرة عين لي وإلك كمان. طبعا واذا بحبها خلاص ماشي، ولا في اسهل منه الزوج لما يكون بحبها لسبب او اخر. طبعا ممكن يحبها. ليش لا؟ وشو مكلفه هو يعني؟ بكلف فرعون اشي؟ يتبنى مشانها وشافها حبت الولد. قرة عين لي ولك، مش هيك؟ فهون يمكن لك طب كيف بنفتح ابنه؟ كانهم بتصوروا انه المرأة عقيم قصدي وبتنجبش، وحتى بتصوروش انه حتى لو انه ماخذ وحده، هالوحده في اول عمرها ما انجبت، شو بعدين انجبت يا اخي؟ اقول لك ماتت الاولى وخلفت الثانيه.
يعني تفاصيل طويلة. الغريب كيف الناس مرات تفكر. طيب الآن منفتح. أما منفتح أو مرنتح، لاحظت أنه في بعض المؤرخين المصريين بقول لك مستحيل يكون اللي لحق موسى، انتبهوا الآن، مستحيل اللي طارد موسى يكون منفتح. نقول لهم ليش؟ شوفوا الآن كيف أحيانا لما يكون فيش منهجية في البحث انه ممكن يضلوا الطريق اهل التاريخ وغيرهم. بتقول لهم شو دليلكم انه منفتح مستحيل؟ بقولوا اصلا في كل الاثار الفرعونية لم نجد ذكر لاسرائيل، كلمة اسرائيل، الا في لوح منفتح. يعني كانوا يسجلوا لما يصير انتصاراتهم يسجلوها في مسلات حجرية وتفاصيل، ويكتبوا كل ملك يكتب انجازاته، كل ملك يكتب انجازاته. وجدوا تاريخيا لوح منفتح اللي مكتوبة فيه انجازاته، مكتوبة فيه انجازات منفتح. طيب بقولوا انه لم يذكر في كل الوثائق الفرعونية. وعلى فكرة الفراعنة صحيح تم اكتشاف، يعني ممكن الآثار الموجودة في مصر الآن بتشكل 25% من آثار العالم، ومع ذلك بقول لك ما تم اكتشافه بجوز أقل من 25% من اللي لحد الآن مدفون من تاريخ الفراعنة. ولذلك بتلاحظوا اللي بيكتبوا في التاريخ كثير بيضطربوا وبتناقضوا، وهذا بيرجع أحيانا لطريقة تحليل كل طائفة كيف بدها تحلل المعلومات، ومن ضمنها هذا الكلام اللي احنا فيه. أجوا لما قالوا، وأكثرهم لاحظت المؤرخين المصريين بيقولوا مش ممكن يكون منفتح. ليش يا أخوي مش ممكن يكون منفتح؟ انتبهوا الآن. قال لأنه لم نجد اسم إسرائيل إلا في لوح منفتح اللي هو اسمه نشيد النصر. نشيد النصر اللي بكتب فيه منفتح انتصاراته. شو بذكر فيه؟ قال ورد اسم إسرائيل في هذا اللوح. فكيف ممكن يكون هو شو مكتوب؟ على فكرة طبعا ممكن ترجموها الناس أكثر من ترجمة، بعضهم ترجمها هيك يعني تم أو اليوم أو تم اليوم أبيدت إسرائيل ولن يكون لها بذرة. يعني إنه منفتح أباد إسرائيل ولن تكون لها بذرة. فبقولوا هيا منفتح ذاكر إسرائيل وأنه أبادها ولن تكون لها بذرة. إذن كيف هو اللي لحق موسى وغرق؟ القرآن بيفسر لنا. شو هو القرآن؟ قلنا إنه بني إسرائيل فئتين، مش هيك؟ فئة بقيت وفئة طلعت. طيب سؤال، انتم بتتوقعوا من بعد يعقوب عليه السلام 450 سنة كل بني إسرائيل ظلهم في مصر؟ ليش؟ ما في ناس بيشعروا بالاضطهاد ولا كان في أسهل منها زمان. بيركبها الحصان وبفركها على بلاد ثانية. وين بروح؟ برجع على فلسطين. وكانت تتم في ممكن يروح في قافلة للتجارة يظلوا في وما يرجعش على مصر. بيقدروا يطلوه، مش زي اليوم في حدود مسكرة وفي جواز سفر وتفاصيل والى اخره. زمان يا دوب كانوا يضبطوا بس البلد اللي هم ساكنين فيها واسوارها. اما اذا صار واحد طالع منها انو اللي يجيبه ومين هو اصلا؟ كيف بدك تعرفه؟ معاه هوية ولذلك عبر 450 سنة كان جزء من بني إسرائيل يشتاق إلى أرض الآباء ورجعوا، وجزء منهم بيخرج من ظلم الفراعنة. وبتعرفوا الناس في كل عصر الأمم المتحدة فيها ناس بتقبلش الاضطهاد مهما كلف الأمر. في ناس بيقبلوش الاضطهاد، يعني بتجد ممكن كثير من الناس تلاقيهم ناخين، لكن إلا تلاقوا في نسبة من الناس ما لهم هذول في أي مجتمع كان يضطهد أبدا ولا يمكن ولا بيقبل. هذول لا يكون بظلوا في مصر. ليش يظل؟ مين يمنعه؟ مين يقدر يمنعه؟ ما أحد. ولذلك كان يتم تسرب من بني إسرائيل مجموعات عبر 450 سنة
حتى كونوا بؤرة، انتبهوا الآن، حتى كونوا بؤرة في أرض فلسطين، في أرض الآباء وقتها، كونوا بؤرة. صار بالنسبة لمنبتاح صاروا مصدر إزعاج. وثابت على فكرة إنه الفراعنة عقدوا أكثر من اتفاقية مع الحكام المجاورين لتبادل الهاربين. مذكور في ناس هاربين، إذن هذول الهاربين لما يكون واحد واثنين انت بتنزعج منهم وبتعقد معاهدة بينك وبين دولة ثانية لأنهم عشرة اللي هاربين، ولا لأنهم الهاربين قاعدين بيقطعوا الطرق وقاعدين بيهاجموا قوافلك لما بتطلع من مصر وتفاصيل. ثابت تاريخيا انه عقد الفراعنة معاهدات مع الدول المحيطة، احنا بنرجع الهاربين وانتم بترجعوا الهاربين. ومن ضمن الهاربين واللي اسسوا بؤرة في داخل فلسطين ازعجت الفراعنة. ليش ازعجتهم؟ لانه طالما هذه البؤرة موجودة في فلسطين معناته بني اسرائيل المستخدمين في القصور و بصير هذول الموجود في فلسطين نقطة جذب لهم. هذه ارض الاباء، تفضلوا عندنا، تعالوا، فبصير نقطة ايش؟ جذب. فمشان يقطع هذه فقام منبتاح بحركته وهاجم المنطقة وغزا من يسموا بإسرائيل، ورجعوا كتب على اليوم أبيدت إسرائيل ولن تكون لها بذرة. وهذا رسالة موجهة لمين كمان؟ للي عنده، يعني بتعتمدوا على إسرائيل هذيك اللي نقطة الجذب الموجودة في فلسطين. اليوم أبيدت إسرائيل ولن تكون لها بذرة. انتبهتوا كيف؟ إذن في وهمين كانوا واقعين في الناس. الوهم الأول إنه يعني كل بني إسرائيل خرجوا مع موسى وما فيش أي دليل، وأصلا العقل ضد هذا الكلام. الوهم الثاني إنه كل بني إسرائيل بقيوا في مصر 450 سنة، وهذا غير صحيح ولا ممكن يكون. وإنه قصة منبتاح لما قال أبيدت إسرائيل، هذه البؤرة اللي كانت موجودة في بلاد الشام جاء ليبيدها حتى لا تكون ايش؟ نقطة جذب للناس اللي عنده. اما الدليل اللي بيجعل انه منبتاح هو فرعون الخروج، طبعا الدليل فيش شيء اسمه الان في التاريخ دليل قاطع، خصوصا لما المعطيات التاريخية لحد الان اخذ رد. اذا كان اليوم تحصل الحدث اليوم بيحصل في نفس اليوم هذا، بتلاحظوا الناس بزوروا في الكلام والصحف وتفاصيله، كل واحد على خاطره بنفس اليوم نفسه، وعم توصلك المعلومة بأكثر من طريقة. طيب، أما اللي بدل إنه منبتاح على فكرة، أولا لفت انتباهي وأنا أدرس تاريخ الفراعنة في هذه المسألة، حاولت أشوف بالضبط. وإذا انتبهوا الآن، وإذا بعد منبتاح، ومع فكرة مختلفين، بعضهم بيقول 5 سنين حكم، بعضهم بيقول 10، ويبدو انه 5 سنين اللي حكمهم منبتاح، مش مهم 5 ولا 10. بعد منبتاح على فكرة وانا بقرأ في التاريخ الفرعوني، واذا بعد منبتاح، انتبهوا الان، حصلت فوضى في مصر، وانتقلت العاصمة الى الجنوب، وسيطر على الشمال شخص آسيوي اسمه آرسو. ملاحظين؟ شو يعني؟ لأن ما فيش ملك ولا جيش. كمان مرة بعد وفاة منبتاح، هذا موجود في التاريخ، بعد وفاة منبتاح تحصل فوضى في مصر في الشمال المصري، تنتقل العاصمة إلى الجنوب، يسيطر في الشمال شخص آسيوي، هيك بيقولوا آسيوي، يعني اسمه آرسو. كيف لما المماليك سيطروا مثلا؟ بيبرس، قطز، تفاصيل، آرسو. طيب هذه مؤشر كبير انه شو اللي بده يخلي بعد موت الفرعون تصير فوضى وتنتقل العاصمة للجنوب ويسيطر على الحكم شخص آسيوي ما هوش فرعوني. أورثناها بني إسرائيل كذلك، وأورثناها قوما آخرين.
حطوا ايدهم، حطوا ايدهم. ليش؟ فيش جيش، فيش فرعون، فيش جيش، فيش فرعون. مين بده طالب؟ ابن خالته يعني. انتبهتوا؟ اذا هذه كافي. ثم يعني في قضايا ثانية، بس بما انه انا مشان ما ابعدش عن الآية اللي ودتنا هون، مشان الآن نرجع لها، اللي هي فأراد يعني فرعون. لا أنا بتهمكم كثير هذه الآية، أصلا بتهمكم أنتم الفلسطينيين. فأراد أي فرعون أن يستفزهم من الأرض. نشوف كلمة يستفزهم. يستفزهم. أولا نأخذ ما ورد في الآية 76 من سورة الإسراء، السورة نفسها. الله سبحانه وتعالى يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا، يعني قريش، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. إذا ديروا بالكم، الاستفزاز شيء والإخراج شيء ثاني. هم وإن كمان مرة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك. يستفزونك ليخرجوك. إذا هل معنى الاستفزاز الإخراج؟ لا، هو استفزاز من أجل الإخراج. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. لكن هون في الآية 103، هذه اللي قرأت الآية 76، في الآية 103 فأراد أن يستفزهم من الأرض، ما قالش ليخرجهم، ما قالش ليخرجهم، لأنه هو أصلا بدهم، هو ما بده إياهم يخرجوا. لأنه لو فرعون مستعد إنه يخرجهم محلولة المشكلة، ما فيش داعي يتبع ورا موسى. ما هو أصلا موسى عليه السلام شو كان يقول له؟ أن أرسل معي بني إسرائيل. يعني جاي موسى يأخذهم. إذا كان قال له خذهم. لا، كيف يأخذهم؟ وكل الاعتماد عليهم. كيف يأخذهم؟ تصور عندك مصنع فيه 2000 عامل ويقول لك والله إذا ممكن بدنا العمال. نو عمال، وين رايحين انتو؟ انتبهتوا كيف؟ بدك تأخذهم واللي وهم متشعبين في الحياة كلها. ممكن منهم الخباز، ممكن منهم الحارس، الفارس، الطبيب، ولا هدول أمة، هدول أمة. فبالتالي هو بدوش يخرجهم فرعون. ولذلك استغرب انا كتب بعض كتب التفسير انه بتفسر يستفزهم، قال يعني يخرجهم. ايش فرعون بده يخرجهم؟ حتى انه في بعض المفسرين الاذكياء شو قال، المعاصرين الاذكياء شو قال هذا من غباء فرعون. ايش من غباء فرعون؟ هو كل اصلا مشكلة فرعون انه بدوش اياهم يخرجوا. فكيف يعني يستفزهم؟ يعني يخرجهم. هو بده يخرجهم؟ ما كان بسطها على موسى، ليش يلحقوا اصلا؟ اذا بده يخرجهم يلحقوا ليش؟ اذا شو معنات يستفزهم؟ شو معنات يستفزهم؟ فاراد ان يستفزهم، فاراد ان يستفزهم من الارض. انتوا اذا بتلاحظوا احنا بنستخدم هذا التعبير، بنقول فلان مستفز. استفزوا شو يعني؟ شوفوا، انت بتكون لما بتكون مطمئن بتكون هيك مستقر وثابت، هادي، مطمئن. اذا من علامات الاطمئنان والهدوء الثبات، مش هيك؟ والاستقرار. ولذلك دائما بيعبروا الناس بيقولوا بدنا مجتمع مستقر، مطمئن، مستقر، مطمئن. تمام؟ بس المستفز شو بكون؟ اولا ضد الاستقرار، ضد الاطمئنان. ضد الاستقرار عكسها بالضبط، عكس الاستقرار وعكس الاطمئنان في الاستفزاز. والاستفزاز فيه خفة. كيف لما واحد لاحظه يستفز بتلاقيه ايش؟ يعني بصير خفيف. وين بكون صاحب وقار، بكون واحد لاحظها انسان صاحب وقار بتستفزه شو بصير؟ بصير خفيف ومش مستقر ومش مطمئن ومضطرب وبكاد يطير. هذا المستفز. ففرعون مشان يضغط عليهم
لحظة، مشان يضغط عليهم بدأ يهددهم في استقرارهم. هم على فكرة بدأ يهددهم في استقرارهم وأمنهم وطمأنينتهم، أمنهم تماما زي ما بتعمل اليوم الجيوش في سوريا. مشان يخضعوا الناس شو بيعملوا قاعدين؟ مشان يخضعوا الناس شو بيعملوا؟ بيخلوهوش آمن في بيته. طب لو اجى قال الشعب السوري السلام عليكم بدنا نرحل من البلد، بيمنعوهم. ترحلوا ومين الشعب؟ يعني حكومة عمين. طب ولا شو القصة؟ ليش تقتلوا فيهم؟ ليش تقتلوا فيهم؟ ايوه، عادة على فكرة عادة الظلمة والفراعنة دائما بهذا الشكل. اذا بدك تهز سلطانه، اذا بيستفزك. شو يعني بيستفزك؟ بيخليك تخرج من حالة الاطمئنان، بيخليك تخرج من حالة ليش؟ الاستقرار، تشعر بعدم الامان، تشعر انك خفيف مش ثابت في الارض. دير بالك. طب خليني اهرب. وين تهرب؟ انت بتلاحظوش بيحكوا لهم على الحدود ممنوع تطلعوا. لا والله ما احسنوا الشعب يطلع. انت طب عمين الحكام يعني يصيروا عمين يصيروا حكام. انتبهتوا؟ لذلك هناك قال وان كادوا لا يستفزونك من الارض يخرجوك للرسول صلى الله عليه وسلم، بس هون ما ذكرش الاخراج، فاراد ان يستفزهم من الارض. اذا هو بده يذهب بده طمأنينتهم واستقرارهم وثباتهم وتفاصيل، ويضرب مصالح. وحتى لما بدهم يهربوا ممنوع، حتى لما بدهم يهربوا ممنوع. فأغرقناه ومن معه جميعا. انتبهنا كلمة جميعا؟ ما رجعش مخبر. فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. هون اختلفوا العلماء ايش يعني اسكنوا الأرض؟ أني أرض؟ بعضهم قال أرض مصر، بلكي هذا حتى بعض المفسرين شو بيقول؟ هذه ممكن تكون أرض مصر إذا ثبت إنهم رجعوا لها. هو أنو قال إنهم طلعوا منها، إذا ممكن. وطبعا وأكثر المفسرين على أنه الأرض أني أرض فلسطين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. من بعده بقديش، مش قضية، من بعده بقديش ما قالش. وقلنا وانت وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده. أرى أنا شخصيا إنه المقصود بالأرض حسب أولا اسكنوا الأرض. بني إسرائيل اللي هم في مصر ما هم ساكنين، ولكن إذا القول هو قول الوحي، وقلنا من بعده لبني إسرائيل، إذا قول بوحي فهو أصلا قال لهم موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وهنا في ناس وحتى أهل التفسير عم بفهموا كتب الله لكم فهم خاطئ. نشوف، في ناس بفهمها كتبت لكم، في ناس بفهمها كتبت لكم، كأنه قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبت لكم. لا، مش صحيح، ما قالش كتبت لكم. أنا لما بقول للطالب اكتب الدرس الذي طلب منك، في كلمة محذوفة. طلب منك ايش يعني؟ تكتبه. كمان مرة اكتب الدرس الذي طلب منك، ايش يعني طلب منك؟ تكتبه. ادفع المبلغ الذي طلب منك، ايش يعني؟ تدفعه. مش هيك؟ هذه بديهيات في اللغة ولا لا؟ لما اقول له ادفع المبلغ الذي طلب منك، شو يعني طلب منك؟ انك تدفع. اكتب الدرس الذي طلب منك، ايش يعني؟ تكتب. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، ايش كتب؟ تدخلوها. طب دخلوها ولا ما دخلوهاش؟ دخلوها خلاص، الله كاتب تدخلوها، دخلوها. اما كتبت لكم يعني طابوا،
هو قال كتبت لكم يعني تطوبت، وبقعدوا قال يقولوا انه هذا بالنسبه للقدماء ومش ايش بالنسبه للقدماء؟ عم بقول لهم ادخلوا الارض اللي الله كاتب انكم تدخلوها. طب ما دخلوها، مين قال لك ما دخلوها؟ وحصل اللي ودخلوها وخلصنا. اما كتبت لكم بصير طابور، كتبت بتصير طابور. طيب يا قوم ادخلوا الارض. اذا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، واضح هنا فلسطين لانه هذولاك اصلا موجودين وانتهى الموضوع. ما بتلاحظوا كلمه اسكنوا؟ اسكنوا الارض، عارفين شو يسكنوا؟ لانها تقابل استفزهم، استفزاز. السكون شو فيه؟ السكون شو فيه؟ هدوء واستقرار. وكأنه بده يقول انه قال لبني اسرائيل بعد ما استفزوا وصاروا في قلق و الآن آن لكم تسكنوا ولا يهمكم، وبتسكنوا الأرض اللي موسى عليه السلام جاء مشان يدخلكم إياها، تسكنوها. سكون، والسكون فيه استقرار وسكن وطمأنينة. إذا اللي بيخاطبهم قاعدين اللي استفزوا، مش اللي ظلهم في البساتين، مش اللي ظلهم في البساتين والقصور وحطوا إيديهم عليها. ما هم أصلا هذولاك لم يستفزوا منها، لم يستفزوا منها وما قبلتها اسكنوا، ما قبلتها اسكنوا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا. انتبهنا شو قابلت؟ اسكنوا شو قابلت؟ لانه هناك اراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. اسكنوا عكس ايش؟ الاستفزاز اللي هو ضد الاستقرار والثبات والطمأنينة. الاستفزاز ضد الاستقرار والثبات والطمأنينة، والسكون استقرار وثبات وطمأنينة. حصل. إذا نفهم وين؟ إذا نفهم مين الأرض اللي هي أرض فلسطين. إذا نفهم وين الأرض اللي هي أرض فلسطين. وقلنا من بعده بقديش؟ قديش كان ماضي؟ قديش كان ماضي؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اول شيء خلينا شويه في لفيف. لفيف القط الله سبحانه وتعالى بيقول وجنات الفافا. جنات الفافا. ايش الجنات الالفاف؟ لاحظوا، هي الجنات المتشابكه اغصانها واشمالها تلتف بعضها على بعض. ما الناس بيحبوا هيك تكون في تشابك في الشجر والتفاف وتفاصيل، بس ما بتلاحظوا انه اجتماع الاغصان والتفافها بعضها على بعض لما بتتبع بدك تشوف منين جاي تلاحظ انه كل واحد جاي من اصل مختلف. هم مجتمعين وملتفين على بعض. الاغصان الان الاغصان لاحظوا مجتمعة وملتفة على بعض. لكن الان لاحظوا، الآن بدي أترك النظر إلى الأغصان والتفافها وأشوف الجذور. راح أظاهر هذا أصل شجرة، هاي هذه شجرة ثانية، هذه شجرة ثالثة، هذه شجرة رابعة، هذه شجرة خامسة. إذن هذه الفروع الملتفة بعضها على بعض أصولها إيش؟ مختلفة. هذول هم اللفيف. اللفيف هي الجماعات المجتمعة الملتفة على بعضها البعض اللي أصولها شتى، اللي أصولها شتى. المختلطين من أصول شتى، المختلطين من أصول شتى، زي الجنات الألفاف اللي مجتمعة وجذورها مختلفة. طب بعدين بنشوف ليش هذا الكلام إنه جذورها مختلفة وأصولها شتى. إذا الجماعات اللي أصولها شتى واجتمعت، وعلى فكرة اجتماعها يكون لحظة يكون اجتماع مع التواء، لأنه اللف كيف بكون؟ اللف كيف بكون؟ إذا هي تجتمع اجتماع ملتوي واختلاط لأصول مختلفة. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بعد ما عرفنا اللفيف اللي هم الجماعات. بلى احنا قلنا سابقا انه اللفلفة معروفة شيء هي،
خصوصا اللحامين لما بلفلفوا بياخذوا من هذه البقرة من هذا من هون من أصول شتى ويحط لك لوكية. طيب المهم لفلفة، ولما يلتفوا ناس على بعض يا اخوي. المهم فهو اجتماع في التواء، اجتماع في التواء، وجماعات تنتمي الى اصول شتى، جماعات تنتمي الى اصول شتى. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، وشفنا قضيه اسكنوا. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. اولا وعد الاخره العجيب، وهذا بدلك انه المفسر ابن عصره، واحيانا في قضايا لا يمكن تصورها، وبالتالي يضطر المفسر انه يبحث عن وجه للتفسير. فهنا تعبير وعد الاخره لم يرد في القران الا مرتين. وعد الاخره لم يرد في القران الا مرتين، وورد في الصيغه التاليه في بدايه سوره الاسراء: فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم، وفي اخر سوره الاسراء: فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. والكلام في المرتين عن بني اسرائيل، في بدايه السوره وفي نهايتها. وفيش في القران وعد اخره غيرهن، فيش في القران وعد اخره غيرهن. وبالتالي كيف يعني ممكن نفسر وعد الآخرة في نهاية السورة غير عما فسرناه في بداية السورة؟ ليش أنا أقول لكم ليش. ممكن يفسروه الثاني على أنه اليوم الآخر، وبتلاحظوا أنه التفسير بركبش مزبوط لما يفسروا اليوم الآخر. ليش اليوم الآخر؟ ليش هو ورد في القرآن اليوم الآخر بهذا التعبير وعد الآخرة؟ لم يرد. فإذا جاء وعد أولاهما فإذا جاء وعد الآخرة. فأراد أن يستفزهم فإذا جاء وعد الآخرة، حتى كما قلنا لاحظوا الكلمات الأربع: إذا، فإذا جاء وعد الآخرة، تنتهي بهالطريقة هاي. وعن بني إسرائيل وعن بني إسرائيل. إذا ليش لا نفسر؟ خلص وعد الآخرة في نهاية السورة هو وعد الآخرة في بداية السورة. هناك كان في تفصيل، هون في إجمال في الموضوع. ليش تفصيل؟ الآن مش وقته. ليش هنا أجمل له هون فصل؟ فإذا جاء وكأنه بده يقول بهذا الشكل إنه طبعا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. إذا الله سبحانه وتعالى في التوراة كاتب لهم نبوءة: أرض فلسطين راح تفسدوا فيها مرتين. إفساد عن إيش؟ إفساد عن دولة، مجتمع مفسد، مش أفراد، لأنه هذا قضية إفساد الأفراد يومي، ومش مرة ومرتين وعشرة ومليون. إفساد الأفراد أصلا وين ما بيكونوا موجودين، ويسعون في الأرض فسادا. معناته هو عم بتكلم، لأنه البداية كانت عن المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى، وبعدين على طول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. الكلام مرتين عن كيان مجتمع بده يفسد في الأرض المباركة مرتين. المرة الأولى قبل الإسلام، ومش وقته الآن للتدليل وإثبات هذا إنه قبل الإسلام إثباته سهل. والمرة الثانية بعد نزول القرآن لم يكن لهم وجود إلا في 48. معناته جاء الواقع وفسر النبوءة. بعد 1400 سنة بيان. وانت خلال 1400 سنة ما كانش فيه مجتمع يفسد فيه، مجتمع منهم يفسد هنا في هذا المكان. لكن هناك في نهاية السورة، سورة الإسراء، في نهاية سورة الإسراء كأنه لما قال: وقلنا من بعد فرعون، بعد قديش قال، مش قضية لا يعني بعد قديش دخلوا أصلا فلسطين. وقلنا لأنه صار في تيه، وبعد التيه قلنا سكنوا، لأنه في الأول قال ادخلوا، ما دخلتوش، طب تيهوا، وبعدين سكنهم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، من أجل أن يتحقق وعد الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. إذا بين الأولى والأخيرة وين بكونوا؟ خارج. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض.
بعد السكنة الأولى رح يتحقق إيش؟ وعد الأولى، وعد الأولى بالفساد ثم بالإخراج. فإذا جاء وعد الآخرة، لأنه مكتوب عندهم تنتين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. طب لماذا قال لفيفا هون بعد ما فهمنا إيش معنى لفيفا؟ لأنه في المرة الأولى بيكونوا منتمين لأصل واحد، في المرة الأولى بيكونوا منتمين لأصل واحد. في المرة الثانية لما نجمعكم من الشتات مشان يتحقق وعد الثانية، والوعد الثانية وعدين، وعد بالوجود وانوجدوا، وعد بالزوال. الوعد على فكرة ما بتلاحظوا انه في وعد يقابل وعد، ما بتلاحظوا انه في وعد يقابل وعد. شو هو؟ هم بيزعموا انه في عندهم وعد، وعد لابراهيم عليه السلام انتقل لاسحاق ثم انتقل ليعقوب ثم انتقل كذا بملكية هذه الارض. انتوا لكم وعد؟ طب شوفوا الوعد اللي عندنا شو هو. طب شوفوا الوعد اللي عندنا شو هو. لكم وعد، وعدكم بالارض هاي، الوعد هذا هو افساد مرتين والاخراج في المرتين. هذا الوعد اللي بتقولوا عنه. انتبهتوا كيف؟ لاحظوا. اذا قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، من هون بدت القضيه، من هون بدت القضيه. اصلا قصه الاسراء ليش تذكر هذه؟ ليش تذكر النبوءه؟ عم بحدث الامه الاسلاميه بعد 1400 سنه قصه بالضبط بالتفصيل مشان تفهم الموضوع. ولما جاب لك وعد الاخره في البدايه ووعد الاخره في النهايه، في النهايه اللي بينهن افهم اللي بينهن كله منتمي للموضوع، كله منتمي للموضوع ليشرح لك التفاصيل كلها وكيف بده يصير وكيف بصير، كيف بده يصير وكيف لازم يصير. طيب لاحظوا، قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض مشان تحقق وعد ايش؟ الاولى. فاذا جاء وعد الاخره ما بتكونوش زي المره الاولى من اصل واحد اللي هو يعقوب عليه السلام، لا، في المره الثانيه بنجمعكم في حاله انتمائكم لاصول شتى واجتماعكم اجتماع ملتف ملتوي، اصوله مختلفه، اجتماعه ملتوي. تمام؟ جئنا بكم لفيفا. تمام. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. قديش معناه؟ لحظة. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا سواء. شو هو اللي آمنوا به؟ القرآن؟ طب هو أصلا بتحدث معنى القرآن الوعد. آمنتم ما آمنتوش سواء، اصبروا أو لا تصبروا سواء. شو لحظة، بتؤمنوا بتؤمنوش بده يحصل، تؤمنوا بتؤمنوش بده يحصل. أنو اللي بده يحصل؟ الوعد. لاحظوا اللي بدل انه الوعد، كن قالوا بقصدوا القرآن. طب ما فهمنا، ما هو القرآن اللي جايب بالوعد، ما هو القرآن اللي جايب بالوعد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله. قال راحوا فسروها أهل الكتاب. ليش؟ وين قال القرآن عليه الكتاب إنهم أوتوا العلم؟ لا، هو قال عنهم آتاهم الكتاب. أصلا لو عندهم علم حقيقي بيسلموا، أصلا لو عندهم علم حقيقي بيسلموا. هو ما آتاهم العلم، هم آتاهم الكتاب. ومثل الذين حملوا التوراة ثم لما يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارها، لا يكون الحمار يبقى عنده علم. مين اللي أوتوا العلم؟ الناس اللي أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله. الناس اللي أوتوا العلم بالوعد قبل حصوله. ما لهم هذول؟ هذول لما بيحصل الحدث ومنقول لهم اقروا هاي الوعد هاي الحدث، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم هاي الوعد. هذا بعد الحصول. هاي الوعد شو مكتوب في القرآن؟ لاحظوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. شوف هذا ايش؟ هذا تعجب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا أثريته وعد الله فعلا بيحصل، أثريته الله بيفعل وعده، بيكون وعده، بيحقق وعده. الكلام عن الوعد. لاحظوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى، من قبل مين؟ من قبل تحقق الوعد. لما بيشوفوا الوعد متحقق إذا يتلى عليهم، هاي القرآن، هاي التحقق، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان، يعني نعم أثريته إن كان وعد ربنا لمفعولا. شوفوا اللام، أثريت وعد الله بيحصل. الله إذا بيحقق وعده، بيفعله، بكونه، بيحققه، لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انتم من الناس اللي بيكونوا راح يحصل معهم هذا ان شاء الله، ما هي مش بعيدة، ما تظنوش انها بعيدة يعني. طيب تصوروا لما تشوفوا كثير ناس الان سامع بالايات والتفاصيل كلها، بما في حتى غير المسلمين، بما في غير المسلمين بيعلموا هذا الكلام. في ناس راح تسلم، وفي ناس اللي عندهم فكرة سابقة انه الاسلام بيتكلم عن هذا الكلام من زمان، والقرآن بيقول لما بيشوفوا الحدث وبيشوفوا المكتوب يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون. أصلا ليش يبكون؟ من الانفعال الشديد، تصديق بعد سنين طويلة، تصديق الرب للوعد اللي قال. كنا نقول وين الوعد، وين تحقيقه، وين بيصير. لما تصوروا اللي بيشوفوه وبيشاهدوه وتحققوا بتفاصيله المذكورة في بداية السورة والتفاسير اللي فصلت في هذا الموضوع، راح يؤدي إلى خشوع. الآن نرجع، أقرب مذكور اللي هو ما هو القرآن. أيوة. ليش الوعد هو مش بدهم يتلوه؟ الوعد عبارة عن إيش؟ قرآن. الوعد يعني هو السياق مستمر تسلسل، فهو الوعد في صيغة إيش؟ قرآنية. خلينا إذا نفسر الآن، وقرآنا فرقناه. الآن لاحظ، إذا هون برجع على القرآن. طب القرآن إيش؟ فيه وعد. طب الدليل على أنه المقصود الوعد سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، كلام عن الوعد. فإذا جاء وعد الآخرة، ما قبل شوي مذكور الوعد، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به. أنو الوعد اللي مذكور أو لا، اللي هو قرآن. طب نفسر الآن. وبالحق أنزلناه، وبالحق، للأسف إنه الوقت دائما بدركنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هون وقفوا المفسرين محتارين، انه هل هذا تأكيد بالحق انزلناه؟ طب ما هو بالحق نزل. اذا بالحق نزل انزلناه، اذا بالحق نزل. بعضهم قال لا يمكن، هذا مش توكيد، هذا وبدوا يعطوا معاني. ايش معنى؟ طيب وبالحق انزلناه وبالحق نزل. ايوه، لاحظوا القرآن عندما نزل مشتملا على الحقيقة ومصاحب للحقيقة. هو نزل بالحقائق، لكن ممكن على فكرة أعطيك أنا كتاب يتضمن كل الحقائق ولا يؤثر في الواقع ولا يحق الحق في الواقع. أنا ما بدي بس تيجي تقول لي هاي حقائق، أنا بدي تعلمني كيف أحق الحقائق في الأرض. لأنه الموضوع أصلا اللي بيحكي فيه مش بيحكي بس حقيقة، وبتكلم دينه كيف في النهاية كيف بيتم انتصار الحق على الباطل ويحق على أرض الواقع. إذا في فرق بين الحق، هو نزل مشتمل على الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يعني إيش يعني؟
وكيف يتم إحقاق الحق وتثبيته وإيقاعه في أرض الواقع. إذن هو مش بس نزل بالحقيقة، والإسلام أيضا نزل يعلمك كيف تحقق الحق، ولا بس يعطيك كتاب فيه حقائق وخلصنا. طب كيف بدنا نطبق الحقائق في أرض الواقع؟ كيف بدنا ننزلها على أرض الواقع؟ بتدرسوا سورة الإسراء والقرآن، مش بتجدوا حقائق بس حقائق، لا، وبتجد كيف بيعلمك كيف تنزل هذه الحقائق على الأرض. لما يقول هذا الكلام في موضوع الوعد، شو المعنى؟ المعنى انه انا نزلت حقائق، وانا منزل على المسلمين كيف بعدين في النهاية يحقوا الحق في الأرض بما فيه الوعد هذا. الوعد هذا لأنه وراه مين؟ الوعد هذا وراء أوروبا كلها، العالم كله، هذا كله بده يخر. لحظة، وبالحق أنزلنا، إذا هو نزل مشتمل على الحق. وبالحق نزل يعني إيش؟ بده يطبق الحق كمان على أرض الواقع. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا خلاصته، لأنه هو ببشر ناس اللي هو يعني مين؟ مثلكم، وبنذر ناس صدقوا ولا ما صدقوا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبدكم تتأكدوا إنه هذا الوعد هو نفسه المتكلم عنه في أول هون مسكر، إنه هو نفسه المتكلم عنه في أول السورة. لاحظوا أول السورة بعد ما انتهى من وعد الآخرة شو قال في أول السورة؟ بعد ما انتهى شو قال؟ لاحظوا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لاحظوا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طب وين ينذر؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الكلام نفسه اللي كان على تعقيب وعد الآخرة في بداية السورة، على تعقيب وعد الآخرة في نهاية السورة. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. كان هاي ممكن أنا قفزت على الوعد قبل ما أفسر هاي والأصل. ليش بدي توصلوا للنتيجة؟ لأنه الوقت ضيق، لكن برضو إيش يعني كان لازم نتوقف. لماذا يقول وقرآنا فرقناه؟ إيش فرقناه؟ لتقرأه على الناس على مكث. إيش مكث؟ ونزلناه تنزيلا. وإيش دور المكث هذا في كل التفاصيل؟ لعله في وقت آخر إن شاء الله. على كل إحنا نستقبل رمضان إن شاء الله، بعد رمضان يكون دروس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.